مساء الخير. سبق واني طرقت لهذا الموضوع. هو دمج نهاية كارد فيتال ستدمج يعني المعلومات الاسيرونس في البياس دونتيتي الفرنسية، أو إذا كان مقيم ستدمج في الكارت سيجور تاع الشخص المهاجر، وهذا بسبب الاحتيال الكبير اللي تسبب لاسيرونس فرنسا، تسبب لها في خسارة 8 مليار أورو كل عام. السبب انه الناس اللي عندهم مثلا الناس اللي عندهم السيامي يأجروا فيها للناس تروح تعالج بها ويشروا بها الدواء، يعني غش واحتيال كبير. وقال لك ناس تأجر في الكارت فيتال تاعها بالفلوس، سواء فرنسيين او مهاجرين. مقابل قالك يأجروها مقابل مبلغ مالي كل شهر. هذا أول مرة نسمع به أنه يأجروا الكارت فيتال، الله يستر. بالنسبة للمهاجرين اللي عندهم كارت سيجور ومثلا إذا دمجت يعني هذه الكارت فيتال في واحد عنده الكارت سيجور، ستكون ومسكوه راح ستكون قال لك العقوبات تصل حتى انه ينحولوا الكارت سيجور، يعني يلغوا له الكارت سيجور تاعه. مثلا العام الجاي في 2024 لما يدمجوا الكارت فيتال في الكارت سيجور تاع المهاجر، قال لك العقوبات لو مسكوه العقوبات تصل انه يلغى الكارت سيجور تاعه. يعني الاحتيال راح يقل. ممكن يعني ناس تتعدى، لكن بطاقة التعريف راح تبين الطبيب يقدر يكتشفها، والصيدلي أيضا يقدر يكتشفها، لأن الطبيب يكون يعرف الشخص، وخاصة البياس دونتيتي، يعني سواء كارت سيجور ولا جنسية، كارت الجنسية الفرنسية. لما تروح للطبيب راح يتأكد من الصورة والمعلومات، الصيدلي أيضا راح يتأكد من الصورة والمعلومات، المستشفى أيضا راح يتأكدوا من الصورة والمعلومات. وإذا يعني ثبت احتيال قال لك راح تكون فيها عقوبات كبيرة، سواء للفرنسي أو الأجنبي. لكن الأجنبي الحكومة تقول إنها ممكن تروح إنه تلغي للشخص اللي أجر الكارت سيجور تاعو اللي مدمج فيها الكارت فيتال، راح يوصلوا إنهم يلغوا الكارت سيجور تاعو، وهذا بسبب الاحتيال والغش. قال لك اللي خسر الحكومة الفرنسية 8 مليار يورو، وهذا يعني ابتداء من العام القادم 2024 راح يبدو بالكارت دونتيتي فرونسيز، يدخلوا فيها المعلومات على الكارت فيتال، تبقى تعود بيومترية، يعني البياس دونتيتي بيومترية فيها كل المعلومات تاع لاسيرونس والنيميرو لاسيرونس تاعك. واذا عندك مثلا سيامي ولا عندك ميتوال ولا عندك كل شيء، صار تبقى كل شيء مسجل في البياس دونتيتي، سواء كارت سيجور ولا البطاقة الفرنسية. الله يسهل للجميع.